من الوسائل الأخرى لتحبيب الله تعالى إلى خلقه غير قضية ذكر نعمه وإلفات النظر إليها بيان صفاته الحسنى وتعريفه إلى خلقه بما هو أهله. فإن الإنسان بطبعه منجذب إلى الكمال، منجذب إلى الجمال. نحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى محمد، لكننا أحببناه ولم نرى علي بن أبي طالب ولا عشنا معه، لكننا أحببناه. ولم نرى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ولا الحسن ولا الحسين ولا الأئمة جميعا صلوات الله عليهم، لكننا نحبه. وكما ترى في شعاراتنا الحسينية نبذل أرواحنا في حب الحسين عليه السلام. لم نرى الحسين ولم نعش معه. لماذا؟ لأنه وصف لنا الحسين، ونقلت لنا السيرة المباركة للحسين، ونقلت لنا المواقف النبيلة للحسين عليه السلام، نقل لنا سمو ذات الحسين عليه السلام وصفات الكمال المتحققة فيه، فأحببناه. لأن الإنسان بطبعه يحب الكمال، يحب الجمال، أي صفة جميلة، أي خصلة كمال يحبه الإنسان. الله تبارك وتعالى هو الكمال الحقيقي، فإذا وصفناه إلى عباده بصفاته الحسنى بالتأكيد سنحبه. هذا الأسلوب الثاني إذن لتحبيب الله تبارك وتعالى إلى خلقه، وهو أن نصفه بصفاته الحسنى ونعرفه إلى خلقه بما هو أهله، فيحبه الناس حينئذ كما أحبوا الأولياء والصالحين والأنبياء حينما وصفوا لهم بمحاسن الصفات.